فعلى خطى كده كابتن محمد ابو تريكه، الكابتن الاعظم في تاريخ الكوره عموما يعني بالنسبه لي، انا ما بتوقع كده ان جنوب افريقيا هي اللي هتطلع المغرب للاسف. وده احساس ملوش علاقه بالحسابات. الحسابات بتقول ان المغرب دلوقتي بعد خروج السنغال هي بطل افريقيا لعام 2023. ده الطبيعي. بس انا عندي احساس كده ان في ناس سالكه كده هتمشي معاهم، ومن ضمن الناس دي جنوب افريقيا. واذا عدت المغرب وكسبت جنوب افريقيا وصعدت للدور الثمانية، انا اتوقع ان جنوب افريقيا هتبقى هي بطلة كأس افريقيا لعام 2023. وسجل يا تاريخ، يمكن تضرب. اشمعنى عم الناس يعني تضرب معاه واحنا لا؟ ولا ايه؟ سلام. السلام عليكم. هارد لك لفريق المغرب، هارد لك اسود الاطلسي، وان شاء الله حظ اوفر ان شاء الله في البطولات الجايه. اي نعم، توقعنا فوز جنوب افريقيا على المغرب، وده على غير العاده. المفروض انه المغرب كانت تصعد ومرتاح، بس للاسف المغرب ما ادتش جنوب افريقيا الاهتمام اللازم. ما لعبتش اللعب بتاعها. جنوب افريقيا كانوا افضل، دفعوا كويس، حطوا هدفين وصعدوا لدور الثمانية.